بسم الله. معانا هنا اسرع تتبيله للفراخ المشويه. معانا هنا معلقه صغيره من الصلصه، مع فصين من الثوم، مع عودين من الروزماري. معانا حطي بقى اي توابل عندك. معايا هنا معلقه من البابريكا، ومعايا عصره ليمون. بسم الله. ليمونه كامله. ومعايا هنا حوالي معلقه صغيره من الملح، كمون كله كده حوالي نص معلقه، كزبره ناشفه، 7 بهارات، فلفل اسود، رشه بسيطه من القرفه. معايا هنا معلقتين من الزيت، زيت زيتون او اي زيت عادي. هبدا ان انا اخلطهم مع بعض. وعندي الفراخ انا غسلاها كويس جدا بالدقيق والليمون والملح، وغسلتها وصفيتها. هضيف عليها التتبيله. الفراخ هنا انا عامله فيها شقوق عشان ادخل التتبيله فيها، والفراخ دي هنشويها في الفرن. هتدخل على حراره 200 لمده ساعه ونص. هنغطيها طبعا بالفويل في الاول، وبعد كده اخر نص ساعه نشيل الفويل ونسيبها عشان وشها كله يحمر. وانا عامله فيها شقوق كده علشان التتبيله تخش فيها. وهسيبها حوالي قبل التسويه حوالي ساعتين في التتبيله دي. نسيت اضيف بصل بودره وثوم بودره على التتبيله، ضفتهم. وضفت كمان شويه سماق، بيدي مزازه وبيدي طعم جميل جدا للفراخ. طبعا الفراخ اتبلت اهي كويس جدا من كل ناحيه ومن الفتحات ومن كله. هسيبها بقى دلوقتي الساعتين زي ما قلت لكم. هتخش على فرن حوالي ساعه ونص، وان شاء الله نشوفها بعد التسويه مع بعض. الفراخ بتاعتنا ما شاء الله استوت. طبعا انا ما ضفتش لها اي سوائل، هي السوائل دي اللي منزلاها. واتمنى ان انتم تجربوها، وعليكم وعلينا بألف عافية ان شاء الله.